مرة أخرى تجدد الدولة التركية رسميا الاستراتيجيات وتأليف السيناريوهات المرفقة والمعدة سلفا، فكانت بداية تتابع سيناريو حماية الأمن القومي التركي من خطر الإرهاب وترتكب مجازا من انتهاك جمعية الإنسانية في الأراضي السورية منذ بداية الأزمة السورية، واحتلت عدة مناطق في شمال وشرق سوريا كعفرين وراس العين وتل أبيض وجرابلس والباب وعزاز، محاولة تنفيذ مشروع الإخوان الجديد وبنفس هذه الداعية الشمولية تأليف مسرحية جديدة وهي تفجير مدينة اسطنبول المزيفة كذريعة لشن حرب جديدة قد بدأت فيها منذ تجربة تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من تنظيم داعش الإرهابي، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار. ارتكبت مجازر على الشعب الآمن في المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا من خلال استخدام الطيران الحربي للبنية التحتية والمشاة والقوات الجوية. لن تسلم مشهد السابق الذي أدى لإستشهاد وشرف المدنيين. هؤلاء الشهداء الذي عصام على الانتقالات، وكان هذا الذي مر العالم والدول الطاغية، إذ إننا في هذا حزب سوريا المستقبل ظريفة يؤكد مرة أخرى إن الحل الذي يعيش السوريين في التقسيم وسرطان الاحتلال وخطر إرهاب داعش والأزمة الاقتصادية الصعبة لا تحتاج أي عملية عسكرية أي برية وأي عملية جديدة سيكون لها نتائج إشكالية على المنطقة من خلال هذا نشاط الرشاقات وإطالة الأزمة السورية وتحميلها ونطالب الدول تحميل المسؤولية في اتخاذ موقف حازم اتجاه الدولة التركية، وذلك خبر جوي عن طائرات شرق سوريا لنعيش بأمان ومنع زيادة الأشرار في حياتهم، ونطالب بكافة شعوب العالم وأحرارها دعمنا لإيقاف هذه الدماء. لقد سألنا ونود العيش بسلام واستقرار، كما ندعو جميع الأطراف المحامية لمبادئ الحوار السوري وتطبيق التسوية السياسية التي تجري بمعنى السوريين وخروج الحكوميين من أراضينا وعلى رأسها الدولة التركية. كما نؤكد تأكيد على إدارتنا واستنفاذنا للمجازر التي قامت بها الدولة التركية في ديري والقصف المستمر على المناطق الموجودة على الشريط الجديد من منبج إلى ديري، ونترحم على أموال جميعهم نضحهم بأرواحهم حتى يعم السلام والأمان. كما نهدي جميع مكونات الشعب السوري في كل أرجاء المعمورة في الداخل والخارج أن ينتفضوا بوجه الاحتلال التركي، ومن هذا المكان نحيي المقاومة الجبارة التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية في وجه الاحتلال التركي. عاشت مقاومة أخوات الشعوب، عاشت قوات سوريا الديمقراطية، عاشت سوريا الديمقراطية لا مركزية. حزب سوريا المستقبل